ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طيب. انا ماشي كده، رجعت من الشغل فحاسس معايا ربع ساعة كده ولا حاجة ممكن اقول فيهم كلمتين. كان في حد على ريدت بيسأل عن انه ازاي الواحد يحب نفسه. و يعني الواحد اتمرمط حبة حلوين في الموضوع ده. جاي لكم من تجربة ثيرابي بقالي هو سنة وشهرين مثلا. ثيرابي متواصل بشكل اسبوعي او شبه اسبوعي، يعني تقريبا كل اسبوع كان عندي سيشن. فممكن افيدكم. ما بداتش اقلل سيشنز غير الفتره الاخيره، يعني بقالي اهو فتره بس كده قلت ايه ان احنا بدل ما هتبقى سيشن كل اسبوع هتبقى سيشن كل اسبوعين. ف طبعا ده مش دعوه ان الناس ما تروحش الثيرابي او ان ده بديل للثيرابي، لا. الشخص اللي يقدر يروح طبعا ننصح بشده ان هو يروح، ولكن دي تجربة شخصية لا فقط لا أكثر عن إيه اللي نفع معايا. وبعيدا بقى عن كلام التنمية البشرية بتاع حب نفسك بقى وبوس نفسك في المراية والكلام الجميل ده. هو كلام جميل بس ملوش أي أثر على أرض الواقع يعني. الفكرة كلها ببساطة شديدة جدا إن أنت لما إن أنت عشان تحب نفسك فعلا فأنت لازم يكون حبك ده وراه دليل، ودليل صحي ودليل حقيقي. لا انت مثلا بتستمد حبك من ان انت بتحتقر الاخرين فانت كده بقيت اقرب للجماعة النرجسيين، ولا انت بتستمد حبك مثلا من انجازاتك بقى ولا من حاجاتك فقط، يعني اي حاجة انت بتعملها فقط. فنقلب بقى بفكرة الحب المشروط وان احنا بنحبك عشان اللي بتقدمه لنا والكلام ده. من تجربتي الشخصية كلمة السر دائما هي القيم، الفاليوز. ايه الفاليوز بتاعتك؟ وقبل هنقعد نتكلم كلمتين كده عن الفاليوز يعني، وهنطول فيها شوية، فخلي خلقك كبير معانا يعني، خلي خلقك واسع معانا. ايه هي الفاليوز اصلا؟ احنا عندنا اهداف، احنا عندنا الاهداف دي حاجة عايزين نحققها عشان هتسبب لنا متعة لما نوصل لها يعني. هدف بقى ان انا يبقى معايا فلوس، هدف ان انا اتجوز، هدف ان انا مثلا اتخرج، هدف ان اشتغل. فده هدف. الفاليو او القيمة هي البوصلة او الوسيلة اللي هتخليك تحقق الهدف ده. فمثلا احنا ممكن يكون عندنا هدف زي ان انا عايز اجيب فلوس، ده هدف. طيب هتجيب فلوس ازاي؟ هل هتجيب فلوس بالعلم فهتتعلم وتجتهد وتذاكر، ولا هتجيب فلوس بالسرقة، ولا هتجيب فلوس بالعري ان انت تقلع؟ فكل واحدة من الثلاثة دول هي قيمة. العلم قيمة، والسرقة قيمة، والعري قيمة. طبعا العري اقصد هنا في حالة البنات يعني اكتر من الرجالة، بس whatever. فالقيمة هي بوصلة بتحركنا تجاه اهدافنا. بس الهدف في حد ذاته لازم نحط له كونتكست او سياق عشان يبقى زي كده اطار، يعني بيقول لنا الهدف ده ماشي ازاي ودنيته ماشيه ازاي، والاطار ده هو القيم. ممكن احط لكم لينك او ممكن تسالوا تشات جي بي تي عادي، مش هحط لكم حاجه. ممكن تسالوا تشات جي بي تي عن ايه هي الفاليوز عموما، او اديني امثله على فاليوز. ممكن تقول له مثلا اديني مثال على 100 فاليو. 100 فاليو رقم كبير جدا مش هتحتاجه عامه، بس هو رقم كفايه. فدي اول حاجه. القيم هي بوصله ووسيله تحركنا تجاه اهدافنا. طيب تاني حاجه هي ان احنا حياتنا متقسمة الى جوانب اجتماعية مختلفة. يعني ايه؟
يعني عبد الرحمن كبروفيشنال كشخص بيشتغل هو حاجة، غير عبد الرحمن مع أصحابه، غير عبد الرحمن كزوج، غير عبد الرحمن كأب، غير عبد الرحمن مع نفسه، غير عبد الرحمن كفرد من أفراد المجتمع مطلوب منه واجب مجتمعي مثلا زي الانتخاب أو غيره. فإحنا عندنا حوالي 5 أو 6 باين مش فاكر aspects كده أو جوانب من حياتنا، وكل جانب من دول بيبقى لينا فيه نوعا ما شخصية مختلفة، أو إن كنا دقيقين يعني لينا فيه values مختلفة. فمثلا عبد الرحمن as a professional كشخص بيشتغل، أنا هحب جدا يبقى عندي قيمة زي الحزم، وإن أنا أرفض لو مثلا مديري طلب مني الله قطة، لو أنا مثلا طلب مني إن أنا أشتغل أوفر تايم كل يوم من غير أي compensation أو من غير أي فلوس يعني، فأنا هرفض. فدي قيمة أنا محتاجها في الشغل، لكن مش هحتاج نفس القيمة وأنا مع أصحابي، ولا هحتاج نفس القيمة مع أهلي، ولا هحتاج نفس القيمة مع عيلتي، ولا هحتاج نفس القيمة بيني وبين نفسي، أو ممكن أحتاج نفس القيمة بس مش هتبقى بنفس الشدة. فدي حاجة. فاحنا الحاجة الأولى إن احنا عندنا قيم، عندنا أهداف، وعندنا وسائل بتساعدنا نحقق الأهداف دي وهي القيم. وتاني حاجة إن احنا عندنا لايف اسبيكتس كده أو جوانب من جوانب حياتنا، وكل جانب بيهايلايت شوية قيم معينة. فأول حاجة احنا بنعملها، أو ده اللي أنا عملته يعني في الثيرابي، إن أنا قسمت، كانت متقسمة لي جاهز بصراحة، ما قسمتش حاجة، خدت شيتة كده كان فيها تقسيمة الجوانب اللي أنا قلتها لكم دي من شوية، واخترت، وكان شيتة تانية فيها قيم كتير جدا، وقريت كل قيمة ووصلتها. القيمة دي أنا عايزها في الجوانب الفلانية في حياتي. ماشي، وهكذا. مش لازم تختار كل القيم، يعني مش لازم يبقى عندك كل حاجة في الدنيا. يعني في مثلا قيمة زي الدعابة أو خفة الدم، دي قيمة، دي فاليو من الفاليوز على فكرة. ماشي. وأنا شخص الحمد لله بشهادة اللي حواليا أنا شخص خفيف الدم، لكن هل هي قيمة من القيم بتاعتي؟ لا، هو الموضوع فطري قوي يعني، وهي مش حاجة أنا بهايلايت عليها أو أنا بركز عليها وأنا عايز إن أنا أشتغل عليها أو أعززها جوايا. ففي مش لازم تختار كل حاجة، بس فأنت بتروح على كل جانب من جوانب حياتك، تختار القيم اللي أنت عايزها تكون موجودة في الجانب ده. وهيفيدك قوي لو أنت معاك زي ما قلنا ورقة فيها القيم، وتبدأ تختار منها بحيث انك تقرب يعني على نفسك. فدي اول حاجة ان احنا نقسم حياتنا لجوانب كده ونختار قيم لكل جانب. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ خلاص خلصنا؟ لا طبعا، دي البداية. تاني حاجة هي ان انت تبدأ تحط اهداف للقيم دي. احنا قلنا ان القيمة هي وسيلة او بوصلة بتحركنا تجاه الهدف. فانا مثلا هختار جانب من جوانب حياتي وليكن مثلا الكارير، وهحط له قيمة وليكن مثلا العلم والتعلم. ماشي، هحط القيمة دي أهداف. فإيه الأهداف؟ الأهداف أول حاجة قبل ما نحط أي هدف لازم الهدف ده يكون سمارت اختصار SMART، 5 حروف ب5 معاني. الاس يعني سبيسيفيك، يعني يكون الهدف محدد. يعني ما ينفعش أقول إن أنا عايز أذاكر. عايز تذاكر إيه؟ يعني أنا في شغلنا مثلا بتاع السوفت وير ده، احنا طبعا بنذاكر طول حياتنا. فانا ماشي، انا عندي قيمة العلم، هحط لها هدف. مش هقول هدف ان انا عايز اذاكر، لازم تحدد عايز تذاكر ايه. فانا عايز اذاكر التوبيك الفلاني. ماشي، ثواني بس. اوكي، طيب فانا عايز اذاكر التوبيك الفلاني، او عايز اذاكر الكتاب الفلاني، او عايز اذاكر الكورس الفلاني whatever it is. تاني صفة الام اختصار لميجرابل، قابل للقياس، حاجة اقدر اقيسها. فانا مش بس هذاكر الكتاب الفلاني،
هو الكتاب حاجه قابله للقياس اوريدي، بس ممكن مثلا انا مش هذاكر مثلا ويب ديفلوبمنت، لا انا هقول انا هذاكر كورس فلان في الويب ديفلوبمنت مثلا، او كورس فلان في ايا يكن بقى المجال اللي انت هتذاكره. فدي حاجه. الايه اختصار لاكشنبل، قابل للتنفيذ حتى لو بشويه مجهود. يعني مثلا ما ينفعش ان انت، او اكشن هي اكشنبل او اكشن اورينتد، يعني مبني على فعل. يعني ما تقولش مثلا انا هدفي ان انا يبقى عندي نوليدج مش عارف قد ايه، ما يبقاش يبقى عندي مثلا نوليدج سوفت وير اركيتكت في خلال 6 شهور مثلا، لان ان يبقى عندك نوليدج ده مش اكشن، لازم تكون مبنيه على فعل. يعني هدفي ان انا اذاكر، هدفي ان انا اتعلم، لازم تكون مبنيه على فعل. ماشي. الار انها تكون رياليستيك، تكون واقعيه. يعني ايه واقعيه؟ يعني ما تقولش انا هدفي مثلا ان انا اشتغل في جوجل وانت لسه اصلا ما فتحتش اي كتاب ولا فتحت اي حاجه. هدف مش واقعي. هدف يبقى معايا عربيه بورش، هدف غير واقعي، لان انت ما معكش الفلوس ولا انت بتبذل الاتجاه في ده. تمام. واخر صفه تي اللي هي ان يكون تايم فريمد او تايم باوند، انه يكون محدد بمده زمنيه. فمن امثله الاهداف السمارت ان احنا نقول مثلا انا هدفي ان انا اخلص الكتاب الفلاني في خلال 2 شهر. فده هدف سمارت لانه محدد، لانه ميجرابل ان انا عندي وحده القياس هي الكتاب. انه اكشنبل ان انا عشان اخلص الكتاب هحتاج اقراه، فمبني على فعل القرايه. انه رياليستيك، هنفترض ان الكتاب صغير يعني مش كتاب ضخم ولا حاجه. واخر حاجه انه تايم فريم محدد بمده زمنيه مثلا. فبنختار اهداف سمارت. بعد كده بنقسم بقى، بنختار اهداف لكل قيمه من القيم بتاعتنا ونحطها ونحددها. في اهداف هتبقى شورت تيرم، في اهداف هتبقى ميديوم تيرم، في اهداف هتبقى لونج تيرم. فشورت تيرم مثلا حاجه في خلال من اسابيع لشهور او من ايام لاسابيع. الميديوم تيرم هتكون من شهور لسنه سنتين، واللونج تيرم خلال 2 مثلا او اكتر. فنبدا نختار اهداف لكل فاليو من الفاليوز بتاعتنا. الصحه مثلا فاليو، فمن الاهداف ان احنا ممكن نختار ان نرجع نلعب رياضه، ننزل الجيم او نشترك في اي حاجه او نتمشى زي ما انا بعمل كده. فدي كل دي امثله. فبختار بقسم حياتي حسب الاسبكتس بتاعتها، بختار لكل اسبكت شويه فاليوز، كل فاليو بحط لها شويه اهداف. طبعا برتبهم. هتقولي ده كتير قوي كده الفاليوز والاهداف. ما انت بتهايلايت بقى، انت عايز تشتغل على انهي فاليو اكتر حاجه دلوقتي. انت مثلا عايز تشتغل على حب الذات. حب الذات هيجي من وجهه نظري انا ومن تجربتي انا، هو بيجي من الفاليوز التانية. فانت مثلا ما بتحبش ذاتك ليه؟ شايف نفسك فاشل؟ خلاص نشتغل على الفاليو بتاعت العلم. فهنحط بقى ليها شويه اهداف او تارجتس تمشي عليها. بس وانس ان انت بتحقق الاهداف دي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت الفاليو دي جواك هتتعزز، هتحس انها مترسخه اكتر، انها ثبتت اكتر، ان انت بتعيشها اكتر. ولما انت ده هيحصل، ده بيحصل لما تحقق اهداف كتير لنفس الفاليو او لكذا فاليو. مهم انك بتحقق اهداف. يعني انا حطيت مثلا الصحه كفاليو وبقالي اهو كذا اسبوع، انا بدي مثال طبعا، انا دلوقتي الميل بريب بتاعي بايظ يعني، بس هندي مثال. فبقالي مثلا كذا اسبوع بحضر اكلي معايا في الويكند، وباخد معايا لانش بوكس كل يوم الشغل عشان ما اطلبش من بره مثلا. فاول ما ده هيحصل، القيمه بتاعت الصحه هتتعزز، هتبقى اقوى، هحس بيها اكتر. ولما ده هيحصل برضو، لما الفاليو دي تتعزز جوايا، هكسب سيلف ريسبكت. هبطل ابص لنفسي بنظره احتقار او بنظره ان انا مفرط في صحتي او كده. لا، انا مش مفرط في صحتي، بالاماره انا عملت 1 2 3 4. ولما هبدا ابص لنفسي بسيلف ريسبكت، هحب نفسي. فانت هنا مش بتحب نفسك عشان الجولز اللي انت حققتها، ولا انت بتحب نفسك عشان العطاء اللي انت بتقدمه. لا، انت بتحب نفسك عشان الفاليوز
اللي انت بتعيشها. والفاليوز انت بتعيشها ازاي؟ لما تحقق الجولز بتاعتها هتعيش الفاليو. فانت بتحب نفسك عشان وجود الفاليو مش عشان وجود الجول، ودي فرق كبير قوي. بس تقريبا هم دول الكلمتين اللي في بالي يعني. بس بشكل عام مثلا هديكوا برضو مثال انه ازاي الانسان ممكن يخسر سيلف ريسبكت. لما تفرط في الفاليوز بتاعتك هتخسر سيلف ريسبكت. دي بالعكس بقى، لو انت واحد مثلا من الفاليوز بتاعته الصحة، وحاطط لنفسك جدول انك بتنام كل يوم بدري، وجي في يوم من الايام شغلك لسبب مش ضروري، يعني مش مثلا ان في حاجة بتقع ولا كده، لا ده سبب عادي جدا، يوم عادي مفيش اي حاجة طارئة، تحتم عليك انك تفضل سهران متأخر. فانت هنا قدامك اوبشنين، يا اما انك توافق على اللي بيحصل ده، ففي الحالة دي هتخسر الفاليو بتاعت الصحة وهتخسر الفاليو بتاعت الحزم، يا اما انك ترفض اللي بيحصل ده وتصر على موقفك، وده ممكن يعلمك او ده يوقعك في مشاكل تانية برضو، ان مديرك بقى يتضايق منك، ان مش عارف يحصل بينكوا تاتش في الشغل، مش عارف ايه. بس في المقابل هتفضل ماسك الفاليوز بتاعتك، مش هتضيع منك. ماشي. فلو انت مشيت على الموقف الاول واضطريت تستجيب، هتخسر الفاليو، او الفاليو بتاعتك بدل ما هتتعزز هتقل شويه، وهتخسر سيلف ريسبكت لنفسك. بس فدي ازاي ان الموضوع بقى بيمشي بالاتجاه المعاكس. يعني مثلا من تجربه شخصيه برضو، انا بقى لي فتره مثلا بخرج ديتس مثلا، او بتبقى اونلاين ديتس في الاغلب يعني. فبقول ان انا والله عندي مواصفات معينه 1 2 3 بدور عليها في شريك حياتي، هل ده مناسب ليكي؟ فأوقات كتير ما كانش بيبقى مناسب، وفي بنات كتير بترفضني عشان ده. بس أنا مش عشان أحاول أجر معاها سكة، ومش عشان أحاول إن أنا ما اخسرهاش زي ما انت ما بيقولوا يعني، ما بفرطش في الفاليو بتاعتي. لا، أنا بكمل عادي في الفاليو بتاعتي وبأصر عليها. ولو البنت مش مناسب ليها بقول لها انت شخص كويس وكل حاجة، بس احنا مش مناسبين لبعض ومش هينفع نكمل، لان ده وضع مش مناسب ليا. لما انت بتعمل كده بتحمي حدودك وبتحمي الفاليوز بتاعتك، سيلف ريسبكت جواك هيزيد اكتر. احنا مش بنتعنطز على الناس يعني، ولا بنقول ان الناس وحشة، لا الناس كويسة بس مش مناسبة لينا. ما هو مش شرط كل واحد مش مناسب لينا يبقى شخص وحش بالضرورة يعني. بس فلما تحمي الفاليوز بتاعتك وتأكد عليها هتكسب سيلف ريسبكت اكتر، ولما تكسب سيلف ريسبكت اكتر هتحب نفسك، وهتحب نفسك بجد، مش كلام تنمية بشرية، مش كلام اي حاجة خالص. طيب، في سؤال برضو افتكرته، انه الانسان بيستمد قيمته منين؟ او في ناس كانت بتقول هو الانسان بيستمد قيمته من ايه او منين؟ الانسان بيستمد قيمته من حاجتين. اول حاجة السيلف ريسبكت، اظن وضحنا بقى يعني ايه سيلف ريسبكت وازاي بنجيبه. وتاني حاجة هي التجارب المختلفة. هتست القيم بتاعتك، والقيم بتاعتك لما تأكدها هتكسب سيلف ريسبكت اكتر. فمن كده الانسان ما بيستمدش قيمته من حياته او من شغله، ما بيستمدش قيمته من شريكه، ما بيستمدش قيمته من عمله، ما بيستمدش قيمته من صحابه. الانسان بيستمد قيمته من السيلف ريسبكت اللي هو شايله لنفسه. ومن التجارب ثانيا. افتكرت حاجة كمان. طيب الثيرابي بقى بيساعدنا في ايه في كل ده؟ او الثيرابي ساعدك ازاي في كل ده او كده؟ الثيرابي بيبدأ يعلمنا مهارات بقى حسب طبعا المدرسة العلاجية وحسب حاجات كتير. كل الكلام اللي انا بقوله ده عشان انا كنت ماشي بمدرسة علاجية اسمها ACT ACT او ACT Acceptance and Commitment Therapy، العلاج بالقبول والالتزام. والاكت دايما بتمشي، او بروتوكول العلاج بتاعها، ان اول حاجة ان احنا عايزين الشخص البيشنت ده نبدأ نعرف له شوية فاليوز يمشي بيهم في حياته، ونعلمه شوية مهارات. وغالبا المهارات دي بتكون في اكت، وبتكون في مدرسة تانية من اشهر المدارس اللي بتستخدم مع اكت بتبقى زي DBT، Dialectical Behavioral Therapy، اللي هو العلاج السلوكي الجدلي. المهم،
فالثيرابيست بقى هيبقى وظيفته ايه؟ هيبقى وظيفته يتاكد ان انت بتعرف تختار ده، وهيساعدك كمان ان انت تتعلم مهارات. هيعلمك شويه مهارات زي فاست مثلا وزي ديرمان. دي المهارات دي هتفيدك كتير قوي في انك تأكد على قيمك وتحمي قيمك. فاست بالذات من اكتر المهارات اللي غيرت حياتي. ماشي، فاست هي مهارة من مهارات الدي بي تي، وهي اختصار الاربع كلمات برضو. الاف بي فير، كن منصفا. كن منصفا يعني ما تحكمش على نفسك ولا تحكم على الشخص المختلف عنك. هي فاست طبعا بتتعامل مع ايه؟ فاست بنستخدمها لما يكون في تعارض مع شخص قدامنا، والتعارض ده او في صدام مع شخص قدامنا، والصدام ده عايز يدوس على values بتاعتنا. ففاست بنستعملها عشان نقدر نتعامل بيها مع الصدام ده، وفي نفس الوقت نكسب سيلف ريسبكت وما نخسرش الفاليوز بتاعتنا على قد ما نقدر. فاف اختصار لبي فير، كن منصفا. يعني ما تحكمش على اللي قدامك ولا تحكم على نفسك. الاي اختصار لنو ابولوجيز، ما تعتذرش. احنا بنعتذر لما نكون غلطانين، انت ما غلطتش ما تعتذرش. الاس اختصار لستيك تو يور فاليوز، خليك واقف مع قيمك. والتي اختصار ل be truthful، خليك صادق. بس دول الكلمتين اللي انا كنت عايز اقولهم. اتمنى الفيديو ده يكون فات حد يعني، بس هما كلمتين على السريع كده، واتمنى لكم جميعا انكم تكونوا اشخاص افضل يعني. بس شكرا، ونشوفكم في فيديو جديد.